في الفيديو ده انا هقول لك السر اللي تخدع بيه السيستم بتاع جسمك وتقدر تخس 10 كيلو في شهر رمضان. مش بهزر، ممكن كمان تخس اكتر لو ركزت في الفيديو. ليه؟ لان انا واحد اتحول من كده لكده في 30 يوم. لا ومش انا بس، انا وكل الكلاينتس اللي اشتغلوا معايا، والكلام ده مبني على دراسه وعلى تجربه عمليه على ارض الواقع. فاسند ظهرك وهات سحورك وكوبايه القهوه بتاعتك، مش عارف تشرب قهوه على السحور ليه، بس هاتهم كلهم وتعالى هتخس ال 10 كيلو في شهر رمضان. من غير ما هتتعب ومن غير ما صحتك تتعب، كمان هتحافظ على كتلتك العضليه. بالعكس كمان ممكن اوزانك تزيد في الجيم. ولكن الموضوع كله في 5 خطوات. لو نفذت 4 وفوتت واحده الموضوع مش هيشتغل، لان كل خطوه من دول بتندرج تحت التانيه. فلازم تكمل الفيديو للاخر بما انك دخلت ولبست. اول حاجه، ودي كده انت سمعتها قبل كده، السعرات. بس انا هجيب لك الموضوع من اوله. الموضوع سهل قوي. هتخش على الويب سايت اسمه كالوري كالكوليتر، هحطه لك هنا وهتكون شايفه قدامك. الويب سايت ده انت هتدخل فيه طولك، وزنك، سنك، كل معلوماتك اللي هيطلبها منك، وهيقول لك في الاخر انت سعرات ثباتك ايه. السعرات اللي انت لو اكلتها تثبت في الوزن. هتطرح لي من الرقم ده 1000، والرقم اللي هتبقى دي السعرات اللي انت هتاخدها في اليوم بتاعك. طيب نقسم السعرات دي ازاي؟ دي البوينت الخامسه بقى. ما انا اكيد مش هسيبك كده تخرج بكل المعلومات في اول دقيقتين، لان اللي جاي اهم شويه من ده. المهم ان ده ياخدنا للبوينت الثانيه، ودي بوينت مهمه جدا جدا جدا. لان وزنك كبني ادم عباره عن 3 حاجات اساسيين بعيدا عن العظم، هي عضلات ودهون وميه. وميه دي حاجه كبيره جدا، وفي الغالب لو انت فوق ال 20% نسبه دهون هتلاقي نفسك حابس ميه بشكل كبير. الشهر ده سهل جدا 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 تتخلص فيه من نسبه الميه الزايده دي، لو اتحكمت في نسبه الصوديوم بتاعك انها تكون 5 جرام. نسبه الملح اللي بيخش يومك ما يزيدش عن 5 جرام، وتشرب من 3 لتر ونص ل 4 لتر ميه في اليوم. كل الميه الزياده اللي جسمك حابسها مش جوه العضلات، اللي حابسها بره العضلات، اللي مخليها شكلك وحش، اللي هو يا جماعه لا ده مش كرش ده ميه، وفي الغالب بيكون كرش بس انت بتداري على شمعتك، هينزل خلال 30 يوم. هتلاقي فعلا نفسك مقطع، هتلاقي جسمك متقطع فعلا. وده كله من ناحيه الميه الزياده اللي في جسمك. طيب دلوقتي الميه والدهون دول ممكن الاتنين مع بعض تنزلهم بطريقه واحده، وهي الحركه. الحركه مهمه جدا طبعا مع عجز السعرات، والحركه دي هي البوينت الثالثه معانا. لازم تزود حركتك على مدار اليوم، في رمضان او في غيره. اطلع السلم من غير اسانسير، اركن عربيه بعيد وتمشى عادي. احنا حرفيا ساعات بنضيع نص ساعه واحنا سايقين بالعربيه عشان نلاقي ركنه قريبه دقيقتين، مع ان احنا ممكن نتمشى 5 دقايق عادي. في حاجات معينه احنا بنكسل فيها، ان انا انزل اجيب الطلبات بدل ما اكلم البواب ينزل هو يجيبها، لا انزل انا عادي في الصيام انزل اجيب الطلبات. منها باخد ثواب، واحد صايم وبيتحرك وبيبذل مجهود بيجيب حاجات لاهل بيته، ومنها بحرق سعرات، منها ببقى انسان كويس. وفي طريقه سهله ولطيفه، انك تنزل تعمل تلت ساعه 20 دقيقه قبل الاذان فاستة كارديو على معده فاضيه. انت مش فاهم ده فوائده عامله ازاي، بعيدا عن التخسيس وبعيدا عن الميه اللي بتخرج من جسمك او الحراره او الفايده اللي بتبان عليك جسمانيا. لا، الفايده الداخليه كمان على جسمك بتبقى مهمه جدا. ويعمل سيرش كده، اكتب فوائد الفاستة كارديو او فوائد الكارديو على معده فاضيه، هتلاقي فعلا فوائد كتير جدا يتعمل لها فيديو لوحده عن الفاستة كارديو ده. فاعمل 20 دقيقه قبل الفطار كده وخليك كويس. رابع بوينت، لو هتعتمد على الكارديو بس اقفل الفيديو ده وانسى اللي انا قلت لك عليه، ومفيش 10 كيلو هيتخسوا في رمضان ومفيش، انسى خلاص. رابع بوينت دي وهي نظام التدريب بتاعك. لازم تكون بتتمرن تمارين مقاومه، وعلى الاقل في رمضان 4 ايام في الاسبوع، 3 ايام بس تبقى انت بتتمرن فعلا بجد. تمارين المقاومه انا ما جبتلكش سيره ان انت تقعد تعمل كارديو ساعه ولا ساعتين في اليوم، لا دي 20 دقيقه كده اوبشنال قبل الفطار على معده فاضيه، دي حاجه كويسه. ولكن تمارين المقاومه صدقني، ودي حاجه انا ممكن احلف عليها دلوقتي، ان تمارين المقاومه هي اللي بتخسس، تمارين المقاومه هي اللي بتحافظ على الكتله العضليه. والفرق ما بين الخلايا العضليه والخلايا الدهنيه ان الخلايا الدهنيه لا تتطلب اي شيء، هي اتكونت، هي قاعده، هي بتاكل وبتشرب وتمام. الخلايا العضليه محتاجه طاقه كبيره جدا عشان تفضل موجوده، عشان تفضل تتحرك، عشان تفضل تبقى اكتف. فلو انت بتتمرن تمارين مقاومه، يعني بتتمرن تشست وتراي وبايسبس، وبتتمرن على الماشينز، بتتمرن بفري ويتس، وبتتمرن باجهزه، بتتمرن عضلاتك بتمرين مقاومه او تمرين سترينث او حتى انديورنس، مش هتفرق، بس المهم انك تكون بتعمل تمارين مقاومه. ده في حد ذاته لما بيقوي لك عضلاتك او حتى بيضخ الدم فيها يخليها اكتيفيتد، ده بيعلي الميتابوليزم بتاعك على مدار اليوم. لو على التخسيس، لو انا قدامي اوبشن من الاثنين، يا تعمل كارديو يا تعمل تمارين مقاومه، تمارين مقاومه يعني
ما فيهاش، لازم تمرين مقاومه عشان حتى شكلك يبقى كويس. عندنا مثلا لعيبه بينزلوا وزن 70 كيلو، واحد تلاقيه متقطع وناشف وعضلات وعروق والاوبليكس هنا والسيراتس انتيريور عامله ازاي، شكل جسمه مرعب. وتلاقي لعيب تاني نزل ال 70 كيلو مستطيل، شاب رفيع ضعيف. الفرق بين ده وبين ده ايه؟ ده عمل دايت ومشي على كارديو واتمرقع في تمارين المقاومه، مشيت مرقع عشان يوتيوب ما يكنسلنيش. وواحد لا، عمل تمارين المقاومه بتاعته اجتهد فيها كان بيعمل كارديو، او ممكن يكون ما كانش بيعمل كارديو. لانه بجد اهميه تمارين المقاومه في التخسيس دي حاجه انا هفضل اقولها لغايه لما زوري يبطل يطلع صوت. تمارين المقاومه هي اساس الشكل الكويس لما تيجي تنزل في الدهون، لما تيجي في رحله فقدانك للدهون كده وانت بتعمل تمارين مقاومه، تيجي تتمرن 4 ايام في الاسبوع حديد، هتفهم الشكل وهتفهم الفرق. وليه تفهم الفرق؟ اتفرج على الترانسفورميشنز دي يا عم، اتفرج على ده وده. الفرق بين الاثنين دول 30 يوم بس، عشان انا عندي ماسل ميموري يعني. ولكن انا بتكلم على الشخص الطبيعي، لازم يكون بيتمرن حديد وهو بيخس وهو بيبالك وهو بيعمل اي حاجه. تمارين مقاومه اول ذا واي. خامس نقطه بقى، ودي اللي انت قاعد مستنيها، ازاي اقسم البروتين والكارب والفات بتاعي، وازاي اكل صح، وايه اللي اكله وايه اللي ماكلوش بقى. وتعالى نتكلم، تعالى نتكلم في المهم اللي انت قاعد مستنيه. اول حاجه، البلح باللبن والخشاف. بص، الكلام ده كويس، والبلح سنه عن الرسول. التمر لما بيتحط في لبن دي برضو سنه عن الرسول، وحاجه جميله واعملها. بس خليك عارف انه كبشه بلح قد كده اللي هم 5-6 تمرات ممكن يقفلوا معاك 400-500 سعر حراري. عارف 400-500 سعر حراري ده يعني طبق رز قد كده. فحاول تختار الحاجات اللي تشبعك. اكسر صيامك على تمره عادي يعني، انا مش هقول لك ما تاكلش تمر كويس، ولكن بقى المكسرات كتير في رمضان، حلويات رمضان طبعا. انت واحد عايز تخس 10 كيلو في رمضان، فما تفتحش معايا اوبشن حلويات رمضان دي مهمه. والشخص اللي بيأدي المهمه لازم يكون شخص بمنتاليتي عسكريه شويه. انا رايح ادي مهمه، فاي ويل دو وات ايفر ات تيكس علشان اقدر اوصل للي انا عايزه، والا بدلع عشان نفسي اقولها بس مش قادر خلاص. فدي المهمه بتاعتك، انك تبعد عن كل المغريات. دي اول حاجه، تكسر صيامك على تمره عادي جدا، وتاكد انك تشرب ال3 لتر بتوعك، وتعالى لي في البروتين والكارب والفات. طيب، فتح كلام هتضرب وزن جسمك في من 1.5 ل 2. يعني سي مثلا انت وزنك 80 كيلو، يا اما تضربه في 1.5 او 1.6 او 1.7، او تضربه في 2، حسب حسب البادجت بتاعتك بجد. يعني الموضوع يتوقف على البادجت بتاعتك تمام، اضرب وزن جسمك في 2. ده عدد جرامات البروتين اللي انت محتاج تاخدها في يومك. مثلا انا وزني فلنقل انا وزني 70 كيلو عشان حسبتها سهله الصراحه. 70 في 2 يعني 140. انا لو ما خدتش 140 جرام بروتين في اليوم ابقى بتلالى. وتعالى افهمك ليه. البروتين هي وحده بناء العضلات، وزي ما اتفقنا العضلات متغذيه وبتتمرن هتخليك تحرق دهون بشكل رهيب. كل ما العضلات تزيد كل ما الميتابوليزم بتاعك يزيد، كل لما عضلاتك تزيد كل ما حرقك بيزيد. فعشان كده انا ببريورتايز البروتين، بحط البروتين يعني كاولويه اساسيه في اي نظام غذائي. اول حاجه ببص عليها، يلا هنروح فين؟ هنروح على البروتين على طول. دلوقتي ده جرامات البروتين، هتضرب وزن جسمك في 2 تمام، عشان نمنع انك تخسر جرام عضلات. بالعكس انت كمان ممكن تكسب عضلات في رمضان، بس ليها شويه قواعد تانية، وحسب جيناتك وحسب انت كنت بتتمرن قبل كده ولا لا، حسب انت جيت في الجيم، ليها بعض القواعد ما اقدرش اجزم لك انك هتعملها، ولكن اضعف الايمان هتحافظ على عضلاتك لو عملت كده. نسبه الدهون هتضرب وزن جسمك في 0.7 تمام، وزن جسمك في 0.7. فانت لو وزنك جسمك 70، تعال نحسبها، 49 جرام دهون. 49 جرام دهون، قول 50 جرام دهون، ده نسبه الدهون اللي انت تاخدها في اليوم. طيب الباقي احسبها كده معايا تمام. انت تاخد 140 جرام بروتين علشان انت 70 كيلو، خليك معايا في الحسبه. 140 جرام بروتين دول جرام البروتين ب 4 كالوري، فاضرب في 4. وهتاخد 50 جرام دهون، الجرام الدهون ب 9 كالوري، اضرب تمام. ده بقى لك سعرات خليك فاكرها. طب سعرات الثبات بتاعتك كانت كام؟ 2000 مثلا، هتطرح 2000 ناقص الرقم اللي طلع لك من مجموع سعرات ده ومجموع سعرات ده، مجموع سعرات الدهون ومجموع سعرات البروتين. والرقم اللي هيبقى لك ده هو مجموع سعرات النشويات، هتقسمه على 4 هيديك جرامات النشويات اللي حضرتك محتاجها. فيعني انا بجد اديتك سر المهنه، اديتك سر لعبه ان انت تعرف انك تزيد عضلات
وتخس دهون في شهر رمضان، او تحافظ على عضلاتك وتنزل فعلا في نسبه الدهون بشكل كويس جدا، وتنزل في الميه يعني ميه جسمك الزياده تنزل، وتخش رمضان بشكل وتخرج منه حد تاني خالص، حد تاني تماما. هل الحاجات دي سهله؟ لا، الحاجات دي مش سهله، بس 6 باكس مش سهله خالص. ولو كانت 6 باكس سهله كانت كل الناس عملتها وما بقتش حاجه نادره، وما بقناش نحترم الشخص اللي عنده 6 باك، او ما بقاش نحترم الشخص اللي جسمه كويس نقول له ما شاء الله عليك انت، مش هنقول حتى ما شاء الله على حاجه سهله تتعمل يعني، فاهم؟ فزي ما قلنا الموضوع مش سهل خالص، بس لو عملته هتوصل ل 10 كيلو انك تخسهم في الشهر. فزي ما قلنا الموضوع مش سهل تماما، ولكن يفوز باللذات كل مغامر. يعني انت هتبذل مجهود هتلاقي، وعامه ما هو مش سهل خالص انك تخس 10 كيلو في شهر، دي حاجه صعبه جدا، ولكن دي اصح طريقه تعمل بيها الموضوع ده. وعلى فكره انت ممكن ترمي كلامي ده كله في الزباله وتاكل علبه تونه وتفاحه الشهر كله وهتخس اكتر من كده، بس انا بتكلم على اصح طريقه تقدر بيها فعلا انك تخس رقم زي ده. وقد اند اوف ذا داي مفيش حاجه اسمها خس 10 كيلو واخس 9 كيلو، عادي انت ممكن تخس 11، وانا لو عملت نفس الكلام ده اخس 9 وحد تاني يخس 10 يعني، بس انت هتخس فعلا اكبر قدر من الدهون واكبر قدر من الميه الزايده في جسمك في الفتره دي. وبرده خليك عارف نسبه الدهون الصافيه اللي انت هتخسها فعلا بحسبه السعرات اللي انا قلت لك عليها دي، انت هتخس من 5 ل 6 7 ماكسيموم كيلو جرام من الدهون، والباقي ده هيكون من الميه اللي انت هتنزلها من جسمك بالثلاث حاجات. بالميه اللي انت هتشربها الزياده اللي هتنزل، يعني جسمك بيحبس ميه لما تشرب ميه قليل، فهو بيفتكر ان انت في ستارفيشن مود، فبيبتدي ان هو يمسك الميه دي في الجسم لانه مش عارف انت تدخله ميه تاني امتى. لكن لما هتدخله 4 لتر ميه في اليوم هيبتدي يفهم ويخرج الميه الزياده كلها اول باول، فهتلاقي نفسك بتخش الحمام كتير وبتنزل ميه في جسمك. وبالطريقه الثانيه ان انت تقلل الملح في اكلك، 5 جرام ملح 5 جرام صوديوم في اليوم، ده بيبقى كويس جدا. واكتر من كده انت جسمك بيبتدي يحبس ميه، لان الملح بيحبس ميه في الجسم. وتالت حاجه وهي الكارديو، تبتدي تتحرك وتعرق الكلام ده كله. هتعمل ده جنب ده تقدر توصل كمان انك تخس 10 11 9 كيلو جرام في شهر رمضان. طب هتقول لي رمضان شهر العزومات واكيد هتعزم، واكيد يعني هبقى عند الناس معزوم عندهم فمش هتشرط في الاكل. حقك ما تتشرطش في الاكل. هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها لو انت معزوم على الفطار، هتشرب كوبايه ميه كبيره فتح كلام. ليه؟ عشان تاخد مساحه من معدتك فما تتطفسش في الاكل. ومش قصدي حاجه يعني كلنا بنتطفس، بس يعني عشان برضو ما نجيبش اخرنا يعني. ده اول حاجه. تاني حاجه هتخش على السلطات، السلطه اللي موجوده ايا كان نوعها، تمام؟ الا الكولسلو طبعا مش هناخدها، بس اي سلطه خضراء موجوده هتبتدي تاكل منها طبق كده، بوله محترمه، فهتاخد مساحه من معدتك وسعراتها برضو مش كتير. تالت حاجه هتخش على نوع البروتين اللي موجود، اتمنى يكون مشوي لانه دايما في العزومات بتكون في حاجه مشويه. هتخش عليها يا باشا، هتاخد احتياجك منها الكافي من البروتين، ولو بقالك مساحه في معدتك ساعتها ممكن تاخد الكارب وتبقى معلقه رز، معلقتين رز، معلقه مكرونه، عشان ما يبقاش نفسك في حاجه. وهتلاقي نفسك عادي دخلت رحت عزومات وقابلت ناس اللي بتحبهم، وبرضو مش هتبقى حرمت نفسك قوي من حاجه، هتبقى انت كلت المشويات وكلت الدنيا يعني هتتبسط، او مش هتتبسط قوي، بس على الاقل بعد رمضان هتبص في المرايه وتبقى مبسوط جدا بالنتيجه اللي انت فيها. ولكن زي ما قلت لك الثلاث خطوات دول مهمين. اول حاجه تشرب كوبايه ميه كبيره، تاني حاجه تخش على السلطه الموجوده، تالت حاجه تخش على البروتين المشوي اللي موجود، وحاول تشبع منه على قد ما تقدر. ولو ما شبعتش ساعتها ممكن تاخد معلقه مكرونه من هنا على معلقه رز من هنا، ولكن كده كده مش هيبقى عندك مساحه في معدتك انك تدخل نسبه نشويات كتير. ليه بقول لك بقى النشويات في العزومات مش بتبقى كويسه؟ لانها مش بتبقى نشويات فقط عزيزي المتابع، هي بتبقى نشويات محقونه دهون باكتر الطرق الفنيه. ازاي بنحقن؟ يعني ازاي احنا في البيت المصري بنعرف نعمل كده؟ مكرونه بشاميل بالزيت الخروع، يعني مكرونه بشاميل بتنقط زيت، فاهم؟ رز بينقط سمنه، يعني حاجات غريبه. رز معمر بينقط قشطه. فاحنا مش عارف ازاي عرفنا ندمج ما بين النشويات والدهون ونتبسط فعلا بده، بس ده اللي حاصل. عشان كده بقول لك حاول تبعد على قد ما تقدر من النشويات وخد البروتين، وبرده البروتين هتلاقي معمول فيه كده، بس احنا محتاجين البروتين ده قوي يعني. فده طبعا في العزومات، هتبقى العزومه مره في الاسبوع، هتبقى مطب صغير في الطريق، ولكن مش هيخسر خالص في ان احنا نقدر نوصل للجول بتاعنا اللي احنا اتفقنا عليه. ولو عملت كل ده وعدى شهر رمضان وفعلا خسيت ال 10 كيلو، يا ريت تبعت لي في الكومنتس هنا ان انت عملت كده، دي حاجه تبسطني جدا جدا جدا. انا بفرح قوي لما الحاجات دي اللي بقولها الناس بتنفذها يعني وبتلتزم بيها فعلا. على الابلكيشنز التانية الناس بتعمل كده، بس انا لسه جديد على هذا
اليوتيوب. فاتمنى انك تدعمني بقى وتعمل لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه بتاعت يوتيوب. وبس كده يا جماعه. طيب حابب ان انت تعرف معلومات اكتر وحابب ان انت تبقى انت مدرب نفسك بقى وتعمل لنفسك النظام الغذائي التفصيلي بتاعك وتعمل لنفسك الورك اوت بلان اللي تناسبك انت شخصيا، احنا عملنا حسابنا على ده برضو، وانا والفريق بتاعي في OH Fitness and Nutrition عملنا لكم كورس اسمه نيكست ليفل كورس. الكورس ده يعرف حرفيا يخليك مدرب نفسك الشخصي، تعمل لنفسك برامج تدريبيه، تعمل لنفسك برامج غذائيه. لو انت عندك دايابيتيز تايب 2 تقدر ان انت تمشي بنظام غذائي مناسب للكيس بتاعتك. مكتبه كبيره جدا من بدائل الاكل، مكتبه كبيره جدا من بدائل التمارين، حرفيا 13 شابتر يخلوك كينج، يخلوك مدرب نفسك، يخلوك ما تدورش في يوتيوب على ازاي اخس او ازاي ازيد عضلات او ازاي اعمل كذا. هتلاقي كل حاجه محطوطه لك في فايلز، وهتلاقي كل حاجه معمول عليها فيديوز، لانه الكورس ده 13 شابتر، كل شابتر مشروح بفيديو متفصل. ده غير ان كمان في تطبيق عملي على كل شابتر. فبجد هتبقى مدرب نفسك، وبجد هيبقى انفستمنت هايل جدا ليك لو انت استغلت خصم ال 50% اللي موجود ودخلت على الويب سايت بتاعنا. هتلاقيه بقى في اللينك تحت كده، انزل هتلاقي لينك الكورس تقدر تشتريه على طول. وبس ويلكم تو ذا نيكست ليفل. مش هتفرق بقى في رمضان او في غير رمضان، ده كورس مكمل معاك مدى الحياه يعني. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. قولوا لي ايه توبكس تانية حابين ان انا اتكلم فيها في شهر رمضان وبعيدا عن شهر رمضان، اذا كانت ليها علاقه بالدايت او بالتمرين او بكل الحاجات اللي احنا بنحاول بيها نخلي جسمنا شكله احسن او نخلي صحتنا شكلها احسن. اكتبوها لي في الكومنتس، دي حاجه بتفرق جدا وبتديني افكار للفيديوز. وبس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.